صحباتي قالوا لي دينا انت بتضحكي علينا، فبقول لهم علشان ايه بضحك عليكم؟ قالوا لي علشان بتعملي صواني في العزومات بتبهرنا وبنكتشف انها معموله بكميات قليله جدا. يعني الصينيه دي انا عاملاها في عزومه كانت مشرفاني على سفرتي وماليه عين الكل، وكانت بكيلو واحد بس من صدور الفراخ. الطبق اللي انتوا شايفينه ده اتعمل منه الصينيه اللي شفتوها في اول التصوير. يلا بينا اقول لكم ان انا عملت النهارده احلى اسياخ دجاج بالكاري، تحفه، مش هتاخد منك وقت خالص، كمان طريقه تقديمها هايله جدا بتشرفك في العزومات. اول حاجه كده معايا الصدور زي ما انتم شايفين متقطعه مكعبات، سبتها على جنب، جبت الكبه بتاعتي وهنزل بيه فلفل اخضر وكمان بصلتين حلوين كده. عايزه اقول لكم ان انا مزوده التتبيله علشان هتشوفوا في الاخر انا هعمل ايه. وكمان حطيت طماطم وهضرب كل ده مع بعضه تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعدين على طول هاخد كده معلقتين كبار من التتبيله دي والباقي هسيبه على جنب، وهتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. طبعا تقدري تعملي الوصفه دي باوراق الدجاج عادي جدا وتطلع معاكي حلوه قوي. خدت كده معلقتين من الخلطه اللي احنا فرمناها في الكبه وعليهم علبه من الزبادي، ودلوقتي معلقه كده من الكاري، وهو بطل الفيديو بتاع النهارده هو الكاري. وبعدين هنحط ملح، مش هنحط اكتر من كده خالص، هنسيبها تتبل. بعد كده طبعا بنحط في الاخر خالص كده شويه من الزيت، لازم شويه الزيت دول عشان يدوها اللمعه الحلوه اللي انتوا شفتوها في الاول. زي ما انتوا شايفين بقى نقلب كل ده مع بعضه، نسيبها في التلاجة لمدة ساعة تشرب التتبيلة. اللي عايزة تزود مكعب مرق خضار في الوصفة دي هيطلع معاها هايل جدا، تزود عادي خالص. كده بعد ما طلعت من التلاجة وقعدت ساعة معايا في التلاجة، دلوقتي بجيب كده الأسياخ كده الخشبية وببتدي على طول ان انا اسيخ كده قطع الفراخ اللي معايا. شايفين يا جماعة سهلة جدا وحلوة جدا، ما بتاخدش معاك اي وقت. بحطها كده في صينيه الومنيوم عشان تسرع معايا التسويه، وبحطها في الفرن على درجه حراره 200، ولو اعلى من كده برضو هتستوي معاكي وهتبقى كويسه جدا. غطيها في الاول كده بورق فويل، وبعد كده شيلي الورق علشان طبعا تتحمر. زي ما انتوا شايفين بقى شكلها اللهم بارك، حاجه كده تبهر. كيلو من الفراخ، كيلو من صدر الفراخ عمل لنا الكميه دي، وكمان قدمناها بقى بطريقه حلوه جدا. تعالوا بقى اما اقول لكم هنعمل ايه تاني. باقي التتبيله بتاعتي اللي انا سبتها على جنب، بجيب كده طاسه زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي على طول ان انا انزل فيها التتبيله، بس بزودها شويه من الزيت صغيرين، وكمان بزودها ملح وكمان شويه من الكاري عشان التتبيله كلها تكون طعمها واحد. وببدا ان انا اسوي التتبيله دي كويس جدا. ما تنسوش ان كل حاجه فيها ني في ني، فلازم تستوي كويس جدا لحد ما الزيت يطلع لكم كده على الوش زي ما انتوا شايفين تمام. وبعد كده بنبدا بقى ان احنا نقدمها بطريقه جديده وطريقه حلوه جدا جدا. بجيب الخلطه اللي انا سويتها على النار وببتدي ان انا اضيف عليها شويه من البقدونس، وبجيب عيش الصاج وببتدي افردها عليه. وعاوزه اقول لكم يا جماعه ان الطريقه دي بجد انا شفتها فعلا في مطعم واكلتها في مطعم، بس طبعا مش كل مره هقول لكم ان انا غشيت وصفه من المطعم. فايه النهارده كده اعملوها بجد في العزومات، هايله بتشرفك كده على السفره، حاجه تملى العين. زي ما انتوا شايفين كده بجيب بقى عيش الصاج وببدا ادهنه بيه الخلطه زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، وبحط بقى اسياخ الدجاج بالكاري. وانا كان عندي القرنبيط اللي هو الزهره، حطيت كده برضو معايا علشان طبعا يملى كده شكل الصينيه ويطلع شكلها حلو جدا. وبالفعل طلعت شكلها حلو قوي. ولو عجبتك شكل الصينيه الجميله دي ما تنسيش تشيريها مع كل اصحابك، وكمان متابعه واعجاب لصفحه دينا بالفتوح.